الفيلم اللي هنراجعه للكبار فقط، والحلقة دي هي كمان للكبار فقط، وعشان كده خليني اقول لك يا مساء الجمال يا حبيب اخوك، عامل ايه؟ انا نرد افلام، والنهارده جاي اكلمك عن الفيلم الكوميدي الوحيد في موسم عيد الاضحى، وهو فيلم الكلام على ايه؟ اول ليله. وهنتكلم بدون حرق طبعا. الفيلم قصته ببساطه وبدون حرق بتحكي عن 4 عرسان بيتجوزوا في ليله واحده، قابل من ايجيبت وقابل صالونات وقابل شعبيين وقابل كبار في السن. والفيلم بيحكي لنا عن اول ليله في ال4 جوازات دول، وبجانب ال4 عرسان في ديلر اسمه بيسا، وهو يعتبر حلقه الوصل بين ال4 جوازات. فيا ترى 7 ولا ضب؟ الفيلم قبل ما اشوفه وانا متوقع نوعيه الكوميديا اللي هشوفها جوه، وهي الكوميديا القبيحه يعني، وده طبيعي لاننا جايين نحكي قصه دخلة 4 عرسان، اكيد في اول ليله مش هيلعبوا سودوكو. والكوميديا القبيحه هي اكتر نوع واسهل نوع في الضحك تقريبا. الفكره ان الفيلم استغل كل الفرص الممكنه كوميديا، وكل الافيهات اللي ممكن تتقال في الحته دي اتقالت. يعني الفيلم ما خلاش في نفسه حاجه، افيهات عن الضعف والتهور والكسوف، وتقريبا كل حاجه ظهرت لك على قناه حبيشه وانت صغير. وفي الحقيقه ده كان من اقوى نقاط الفيلم، ان هو مفيش اي فرص كوميديه ضائعه فيه. على الجانب الاخر بقى الفيلم ما يموتش ضحك، يعني هو في كوميديا كتير وافيهات كتير، بس مش هتبقى قاعد طول مده الفيلم بتضحك. التنقل بين عرساننا ال4 من الحاجات الكويسه اللي اتعملت في الفيلم، وما كروتش قصه على حساب التانيه. وكمان اختلاف طبقاتهم الاجتماعيه خلق تنوع بصري في الفيلم وتنوع في القصه كمان. يمكن اكتر كابل ضحكوني في الفيلم هم مصطفى غريب ودنيا سامي. ومفاجاه الفيلم اني ما كنتش متوقع ان الكابل الكبير في السن اللي هم سيد رجب وانتصار يطلع منهم كم الكوميديا دي. وعلى ذكر القصه، في كام لحظه عدوا عليا وانا بتفرج حسيت ان انا شخص غريب قاعد بين 2 عرسان. عارف احساس الاحراج ده؟ الفيلم وصل لي احساس الاوكوردنس بكل حاجه مبالغ فيها في الاحساس ده، وده مش احسن حاجه احسها وانا بتفرج على فيلم. اصل انتوا 2 عرسان وانا قاعد بتفرج حاسس ان انا قاعد لكم في الاوضه، فاكيد ده مش 3 صم يعني. وبرضه افتكرت الافيه الايقوني بتاع تتح لما قال وانا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا في الشقه وتتجوزوا، هاخد دروس 6. والفيلم ما كانش سطحي برضه، وناقش بعض القضايا اللي تهم المجتمع، زي اهميه التعرف في جواز الصالونات. يعني مش معقوله تتجوز واحده ما تعرفش هي بتحب الصدر ولا الورك. وكمان ناقش فكره الدخله البلدي، وتطرق لمواضيع الثقافه الجنسيه والمعلومات المغلوطه، ودي حاجات تحسب للفيلم بصراحه. وكل التوبكس دي ما اتناقشتش بسطحيه، لا هي اتبروزت. وايرونيكلي وسط كل الاباحه دي في دراما في الفيلم، والخط الدرامي بتاع بيسا اللي عامله خالد كمال هو قطعا افضل خط درامي مكتوب، وكمان هو اكتر خط درامي فيه رومانسيه على مدار الاحداث. ومشاهير يوتيوب كتير ظهروا في الفيلم زي بولا وريم وملك دهشان، وانا معرفش ليه انا قلت بولا وريم في نقطه واحده. وكمان ظهر 2 ستاند اب كوميديانز اللي هم خيري وطوفي، ولا شخص من اللي قلت اساميهم دول قال افيه واحد يوحد ربنا في الفيلم. ودي حاجه انا كنت مستغربها، يعني انت جايب الناس دي عشان تشد جمهور السوشيال ميديا وخلاص؟ ده انا اول ما شفت خيري قلت ده احنا هنعوم في الكوميديا النهارده. وهنا نيجي لاهم سؤال، بما ان الفيلم فيه كوميديا قبيحه، فيفرق ايه عن فيلم السلم والتعبان الجزء الثاني؟ هو في الحقيقه حبيب اخوك هو يفرق كتير. يعني فيلم السلم والتعبان الاباحه فيه كانت غير مبرره، وكانت معموله عشان تجذب الجمهور وخلاص. انما هنا الافيهات موجوده عشان ده مكانها الطبيعي، ودي البيئه الخصبه اللي ممكن تطلع منها النوع ده من الكوميديا. غير كده في كاتيجوري من كاتيجوريز الافلام اسمها 6 كوميدي، وطبعا مش هرشح لك افلام في الكاتيجوري دي، احترم نفسك يا حبيب اخوك. بس بقول لك ان الكاتيجوري دي مش جديده، واتعمل فيها افلام كتير، بس طبعا كلها بره مصر. فدي جرأة تحسب لصناع العمل ان هم يعملوا فيلم في الكاتيجوري دي في مصر وبثقافتنا. وهنا نوصل للتقييم. وتقييمي لفيلم الكلام على ايه اول ليله هو قد الكلام ولا هتنام من 10؟ اسف يا حبيب اخوك، 5.5 من 10. انا عندي كميه افيهات ودبل مينز لو قلتها ممكن قناتي تتقفل. واظن انا قلت لك على كل حاجه عن الفيلم، وانت اللي هتقرر المره دي هل الفيلم ده ريكومندد ومناسب انك تشوفه ولا لا. ويمكن دي اول مره تشوف عمو نرد افلام في حلقه مش فاميلي فريندلي خالص، ومش زي ما انت متعود، بس لازم نماتش الفايب. وبس كده يا حبيب اخوك، كل سنه وانت طيب، شكرا على المشاهده، سلام عليكم. قفل يا